السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، معلش سامحوني. الفيديو اللي كلكم طلبتوه مني اللي هو ريفيو عن القلاية بعد سنة من استخدامها. في ناس طبعا عايزة تجيب قلاية وخايفة من موضوع التقشير والكلام اللي حصل على القلاية او مثلا القلايات التانية. انا عايزة اقول لكم على حاجة، صلوا على النبي كده. تمام. كل الماركات، اقسم بالله كل الماركات، فيليبس، بلاك اند ديكر، اميانتا، تورنيدو، ايه تاني، كلها تمام، كلها بتقشر. ده اللي انا فهمته، لاني انا مش انا يعني انا مش انا وصحابي في ناس جايبه فيليبس وفي ناس جايبه بلاك اند ديكر نفس الكلام. ليه بقى؟ لان الدهون بتلزق. الدهون عموما، الزيت والكلام ده كله، انت حاطه زيت في درج وقافله عليه وشغال سخونيه وشغال هواء سخن عليه وعلى الصاج وعلى الدرج كله. تمام. فطبيعي حتى لو معمول باكتر حاجه اللي هو تيفال او الكلام ده كله بيقشر. طيب دلوقتي نعمل ايه؟ وبرضو هحاول اجيب لكم صورة فيليبس، كان حد كان عارض صورتها. تمام، متقشرة الدرج بتاعها هي، علشان ليها درجين، مش شبكة، لا ليها درجين، اللي هو درج كده للشبكة ودرج للحلة وهي بمقبض واحد. ده اساسا اتكسر وهي فليبس. تمام. طيب انا اساسا اول اي حاجة انا اخترت فريش. ليه اخترت فريش؟ لان هي شركة هنا في مصر. تمام. انا اتعاملت مع الشركة في اكتر من منتج. تمام، كلهم زي الفل ما شاء الله. تمام. شركة الشركة نفسها لو في اي قطع غيار يا ستي، حتى لو انت مش هتبدليها، او مثلا عدت عليكي سنة، تمام، ومش هتبدليها، بس في قطعة غيار انت تقدري اللي انت تحوشي تمنها وتروحي تجيبيها، مش اللي هي الحاجة اتكسرت او الحاجة قشرت او الحاجة حصل لها حاجة. فال القلاية كلها اترمت. تمام، انتوا فاهميني، اللي هو في مكان اقدر اللي انا ارجع له. وفي كتير من اللي اشتروا القلاية لما قشرت او الشبكة بتاعتها قشرت راحوا للوكيل بتاع فريش فغيروها. سواء بقى غيروها طبعا في مماطلة بتحصل طبعا في اي حاجة. انتوا في مصر. تمام. مش اللي هو مثلا تروحي وانتي في الضمان فيدوكي والكلام ده كله. في فروع سلمت الحاجة يعني اللي قشرت او الكلام ده كله بكل سلاسة، وفي فروع تانية قالت لا ده عيب استخدام والكلام ده كله. لان فعلا بيبقى في ناس عيب استخدام، لاني انا استخدامي غير استخدامك، غير اي استخدام حد تاني. تمام. بس برضو يعني ان انت تلحي اللي دي لا ولازم تتغير والكلام ده كله فغيروها. تمام. هي دي الفكرة. تمام. بصوا هنا، يعني هنا ادي كلمة فريش اهي. في ناس اول لما اشتريتها اقسم بالله تاني اسبوع كلمة فريش اصلا راحت من عندهم. طيب تمام، انا دي بقالها مثلا سنة اهي الكلمة اهي موجودة. اوكي. بصوا بالنسبة للحلة، الحلة اهي دي الشبكة اللي اشهر فيها ده، يعني هو بس علشان الضوء تمام محمر شوية، لكن هو مش كده، هو ده يعني علشان الزيت. تمام. اهو دي زيوت، بصي زيوت متراكمة من السخونية. تمام. دي الشبكة. بالنسبة للحلة، الحلة عملت كده. تمام. في ناس دي كلها راحت. ده علشان كنت ايه في الاول ما كنتش بستخدم المفرش السيليكون، او ما كنتش بستخدم لها حاجات تحافظ عليها. تمام. انا دلوقتي ادي الشبكة، ادي اهو الحلة. تمام. انتي لسه شارية، انتي بقى بصي يعني الفيديو ده ليكي بقى انتي، يعني بسم الله ما شاء الله. لو انتي لسه هتجيبيها او انتي لسه ما استخدمتهاش، هتعملي ايه؟ هتجيبي مفرش سيليكون اهو، هتحطيه كده. المفرش ده على فكرة كده انا ايه، انا قصاه
يعني هو اتنين، يعني هو مفرش وانا عاملاه اتنين.